اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ امنيه سلامه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحه واحسن حال. ودي خلاص اخر محطه لتجهيزات العيد، الترمس والتسالي والحلبه والفول المشوي المحدق الجميل اللي انا اتفاجئت ان ناس كتير ما تعرفوش. يلا هنعملهم مع بعض بسرعه وهناكل منهم في نفس اليوم. ما تخافيش، لسه في وقت هنلحق نعملهم. انا امنيه ودي قناتي، ولو دي اول مره بتشوفيني ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان توصلكوا فيديوهاتي الجديدة. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعمله ازاي في اسرع وقت عشان نلحق ناكل منه في العيد. كل سنة وانتم طيبين. اول حاجة هنا انا جبت الترمس السريع اللي هو اسمه الترمس الحلو. في نوعين من الترمس، في الترمس المر وفي الترمس الحلو السريع. ده الترمس الحلو السريع. وجبت كمان الحمص، غسلتهم غسلة محترمة كده مرة واتنين وتلاتة لحد ما ميتهم بقت بيضة وزي الفل. وبعد كده حطيتهم في بولة ازاز او حاجة تكون استانلس المونيا. ليه؟ لان احنا هننقعهم ساعة في مية مغلية، فطبعا مش هينفع يكونوا في حاجة بلاستيك. بعد ما غسلتهم ونقعتهم ساعة في مية مغلية سبتهم على جنب، ورحنا جبنا الحلبة بتاعتنا اللي احنا كنا نقعينها من بالليل او بالكتير 5 ساعات لو ينفع. يعني عندك وقت خليها 5 ساعات لو ينفع تنقعيها. وبعد ما كنا غسلناها كويس وبعد كده هنصفيها ويلا نروح نشوف هننبتها ازاي. جبنا كده مصفى تكون الفتحات كبير بتاعتها مش كبيرة قوي عشان الحلبة ما تقعش. وهنزل بالحلبة بتاعتي كلها كده في المصفى وهوزعها. انا مش عايزة الحلبة تكون فوق بعضها، انا عايزاها كده مفرودة. وهغطيها بمناديل ورق او مثلا حتة شاش تكون طرية. وبالبخاخة كده وفي الراحة وفي الجاية مجرد ما الاقي الشاشة او المنديل بدأ ينشف هديله رشة من المية. بصراحة دي اكتر حاجة بتاخد وقت في تسالي العيد. بعد ساعة من الترمس بتاعنا اتنقع في المية المغلية، اخدته صفيته من المية دي وفي حلة فيها مية عادية خالص من الحنفية هنزل بالترمس والحمص. هعلي عليهم النار لحد ما يخشوا في الغلوان. مجرد ما الترمس بتاعي هو بدأ يغلي بعد حوالي ربع ساعة او تلت ساعة والحمص هغطي عليه وهطفي ومش هفتح عليه خالص. انا هسيبه يكمل سواه ويتكمر في السخونيه بتاعته. بيقعد 4 ساعات ما نجيش جنبه. عقبال ما ال4 ساعات يعدوا ايه رايكم نروح نشوي الفول ونملحه؟ جبت فول اللي هو بتاع التدميس اي كميه انت حباها، غسلته كويس جدا وصفيته، ما بيتنقعش ولا اي حاجه. في مقلايه سخنه هنزل بالفول اللي احنا غسلناه كويس. وبعد كده هقلب عليه كده واحده واحده لحد ما يبدا يتشوى زي ما انتم شايفين وياخد اللون الشوي، اللون البني الغامق ده. وبنسمعه كمان بيقعد يطقطق كده على في المقلايه لانه بيتشوى. وكمان ساعات القشره بتاعته بتتفتح. كنت مجهزه طبق فيه ميه سخنه بملح الحدق اللي انا عاوزاه، ونزلت بالفول بتاعي وهغطيه واسيبه ليله بره التلاجة علشان يخش في السوا. خلاص بعد ما عدى 4 ساعات على ما طفينا، يعني بعد ما طفينا على الترمس، بعد ما عدى ال4 ساعات هنفتح عليه. طبعا هنلاقيه استوى في الصهد بتاع السخونية من غير ما نفضل مولعين عليه البوتاجاز. يعني احنا نقعناه ساعة في مية مغلية وولعنا عليه يا دوب تلت ساعة قبل ما غلى وطفينا عليه وسبناه. طبعا هشطفه في المصفى تاني من مية السليق ديت. وهجهز المحلول اللي هو المية والملح ونظبط الملح بتاعنا. يعني حوالي الريتل المية بياخد معلقتين كبار من الملح. وهنزل بالترمس بتاعي نفس الخطوة دي هكررها برضو مع الحمص. وهاخد الحمص اغسله كويس في مية السليق وبعد كده هحطه في المحلول الملح ده. الحمص بتاعي خلاص شطفته كويس وكنت مجهزة المية والملح، وهحط عليه كده المية والملح لحد ما تغطيه وهغطيه خالص. وبعد كده هغطي العلبة وادخله التلاجة. كده كان اتملح. كده جهزنا خلاص الفول والترمس والحمص بقوا جاهزين. طبعا الحلبة رايحين جايين نرش عليها مية كل ما تنشف علشان تنبت. هغطي بقى العلب بتاعتي وهدخلهم التلاجة. ممكن الفول ما ندخلوش في نفس اليوم نبيته ليلة. وده شكل الحلبة اهي بدأت تنبت اهي وتطلع الاجزاء البيضة بتاعتها ديت. هرش عليها كده رشة من المية لحد ما التنبيتة بتاعتها هتكبر. تعالوا يلا نقدمه ونشوف شكله وجماله. ولا هنلاقي قشرايه ولا هنلاقي اي حاجه وميته بيضه وزي الفل علشان مشينا على الخطوات مظبوط. علشان مي بعد ما سلقناه شطفناه وحطينا له ميه نظيفه، الملح بتاعنا مظبوط. غير كده كمان لازم
لما نيجي نطلع الترمس او الحمص او الفول من العلب عشان نقدمه ما نطلعوش بايدينا. حطت ايدينا في العلب بتخلي الميه تعمل ريم وتعمل ريحه. طب لو حصل كده نعمل ايه؟ لازم نغير الميه على طول ونحدقها تاني بالملح، ما نحطش اكتر من الملح. وساعة التقديم نحط اللي احنا عاوزينه كله، سواء الكمون، نرش رشة ملح كمان، الشطة والليمون. انت بقى تجهزي الدقة اللي انت بتحبيها واللي انت بتفضليها. وادي الفول المشوي. وعايزه اقول لكم ان ده احلى حاجه في تسالي العيد. الحلبه كنت نقلتها كده في علب صغيره علشان تاخد شكلها، وهقلبها كده في الطبق. شايفين جمالها واخدت الشكل ونبتت ازاي؟ طبعا ممكن ندخلها التلاجة وبرده نرش عليها ميه تفضل تنبت وتكبر طول فتره العيد. اهو ده شكل الصينيه بتاعتنا، صينيه التسالي اللي ما فيش غنى عنها طول فتره العيد. كل سنه وانتم طيبين. يلا اتشجعوا وقوموا اعملوه في نفس اليوم، هيكون جاهز وتقدروا تاكلوا منه. هي الحلبة بس اللي هتاخد يومين 3، والفول ليلة في المية السخنة وبيصبح جاهز وفي منتهى الجمال. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو استفدتم منه ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان توصلكم فيديوهاتي الجديدة. كل سنة وانتم طيبين، عيد فطر مبارك على الجميع. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.